صباح الخير اولا، وانا باعتقادي انه حان الوقت الان لوضع كل النقاط على الحروف وتسميه الامور بمسمياتها، وان نبتعد فعلا عن المغالاه وعن تفخيم الامور بشكل غير صحيح وغير سليم. القضيه برمتها تكمن فيما يتعلق ببعض المسلحين الذين هاجموا يوم ليله امس حافله نقل ركاب متجهه الى السلميه من حمص الى السلميه، وبالتالي هاجموها من اين؟ من حماة المحاصرة؟ نعم صحيح. بعد مهاجمتهم لهذه القافله من الركاب او الباص من الركاب هربوا الى منطقه حماة المحاصرة. استطاعوا الدخول للمدينة المحاصرة منذ أكثر من شهر. لا ليس صحيحا. كانت في اليومين السابقين مدينه هادئه، وبالتالي تم الاتصالات ما بين السلطه التنفيذيه المحافظ الجديد وعدد من الفعاليات وعدد من الشخصيات الوجهاء في هذه المنطقه، وبالتالي تم ازاله كل حواجز المسلحين، وبالتالي عادت الحياه الى طبيعتها. لكن ما جرى صباح هذا اليوم ان هؤلاء المسلحين الذين هاجموا باص الركاب المدنيين هربوا الى حماة، وقاموا بحماة بحرق مخفر للشرطه، وبالتالي حرق بعض الممتلكات العامه والخاصه، وكان لابد للجيش فعلا ان يتدخل من اجل القاء القبض عليهم. المساله ليست هذه المعارك الضروس او الحروب الضروس التي تقال، هناك فعلا حاله من الاضطراب وحاله. سيد احمد، لكن الصور التي وصلتنا جدا معبره، الصور كانت تتحدث عن نفسها. وهل يبرر باعتقادك مجموعه من المسلحين يدخلون الى مدينه ما يحدث هذا منذ الصباح، منذ الساعات الاولى من الصباح في حماة؟ هل يبرر هذا؟ هؤلاء المسلحين هم الذين هاجموا دوريات الجيش التي حاولت ان تلقي القبض على بعضهم. دعنا نبني على روايتك. هناك مسلحون دخلوا المدينة، أتفق معك، لكن هل هذا يبرر ما يحدث منذ الصباح في المدينة؟ لا، وبالتالي لا قاموا بعملية الحرق. هم الذين قاموا بعملية الحرق ومهاجمة المخفر وسرقة أسلحة منه، وبالتالي قاموا بتخريب كثير في ظل غياب أمني كامل عن المدينة. نعم. أنت تقول أنهم دخلوا وهاجموا وسرقوا أسلحة في ظل غياب أمني كامل عن المدينة. أين الجيش؟ أين قوات الأمن للدفاع عن المدينة؟ كان هناك في تنسيق بين هذه الجماعات أو المجموعة المسلحة وبعض المجموعات المسلحة في داخل المدينة، لذلك هم الذين صعدوا الموقف على هذا النحو، وبالتالي حاولوا فعلا أن يقيموا الحواجز مجددا، ومن هنا تدخل الجيش من أجل عملية وضع حد لهذا الفلتان الأمني وهذه الفتنة في داخل المدينة. أنا باعتقادي الدرجة الأولى أن هناك من يريد أن تبقى الأمور على حالها في سوريا من الاضطراب والتوتر، وبالتالي هذه الجماعات المسلحة لها أجندة خاصة بعد تصريحات الظواهري الأخيرة التي يحاول فيها أن يصب الزيت على النار في حيال الوضع في سوريا وعلى أن يبقيه ساخنا. طيب سيد أحمد، أنا أحاول أن أفهم كلامك. سيد أحمد، عذرا على المقاطعة، فقط أنا أحاول أن أفهم كلامك. هل تضع ما يحدث اليوم في سياق منفصل عن الأحداث وعن يعني الحملة الأمنية لقوات الأمن في حماة؟ الفتن المتنقلة مستمرة، بالتالي بعض المناطق الموجودة ما زالت في حالة غليان. هناك تنظيمات إرهابية دينية متطرفة موصوفة بالاسم تقوم فعلا بكل هذه العمليات الإرهابية، ولا ينفصل ذلك عن ضرب خط الأنابيب النفط القادم من العراق إلى منطقة بانياس في منطقة الكلاخ، وبالتالي محاولة تلويث مياه السد القريب من هناك لشرب الناس وبالتالي لسقاية المزروعات، ولا ينفصل أيضا عن مواجهة القطار الذي كان قادما من حلب إلى دمشق، وبالتالي تحويله عن سكته من قبل عمل إرهابي. أنا باعتقادي أن المسألة متصلة، لا لم تنفصل. هناك محاولات فعلا من السلطات ومن قوى الجيش بتهدئة الأوضاع أو بالتالي بمواجهتها. عندما تهدأ الجيش لا يتدخل نهائيا، لكن عندما يتم تصعيد هذا الموقف من قبل هذه المجموعات المسلحة، من واجب الجيش ومن مسؤوليته أيضا فرض الأمن وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار. ما تعليقك عن حدوث انشقاقات في الجيش، في أعداد متزايدة من عناصر الجيش تنشق يوميا؟
هذا وضع طبيعي، لأن مهمات الجيش باتت مهمات مضاعفة ومسؤولياته كبيرة، لأن عدد هؤلاء المسلحين بالآلاف بالمئات إن لم يكن بالآلاف. أنا باعتقادي أن القضية الآن باتت على المحك وعلى الامتحان الحقيقي فيما يتعلق بهذه الفتن المتنقلة وبهذه الجماعات المسلحة الإرهابية المتطرفة الدينية والتكفيرية في نفس الوقت، والتي تحاول فعلا أن تبقي الحالة ساخنة أو أن تصعد من هذه الحالة أكثر فأكثر لأجندات خارجية معروفة، وهي محاولة هز الوحدة الوطنية وبالتالي أحمد صوان، مضطرة إلى الاكتفاء بهذا القدر. شكرا جزيلا لك.